داخلي. معي في الاستوديو مشاهدينا الكرام سيد حاتم النفطي الكاتب الصحفي التونسي. أهلا بك ومرحبا، شكرا جزيلا لك على تلبية هذه الدعوة. شكرا على الدعوة. أذكر بكتابك الجديد نحو شعبوية سلطوية عن دار غيف نوف للنشر تونيزي vers un populisme autoritaire. هذا بعد كتاب تونس ذاهبة إلى أين. ماذا عن هذا الكتاب باختصار شديد قبل أن نبدأ في صلب الموضوع؟ هذا الكتاب يتحدث عن بروز قيس سعيد، أسباب بروزه، مثلا فشل العشرية من بعد الثورة، وعن تقريبا عن تشخيص فكره بمقاربات نظرية ومقارنات مع تجارب مشابهة لتشخيص الوضع في تونس. وقلت في هذا الكتاب أن تونس تتجه نحو شعبوية سلطوية، والأحداث تثبت هذا مع الأسف، أقول ذلك. إذن هذا يفيد في فهم ما يحدث اليوم في تونس. ما تعليقك عليه، خاصة بعد إصدار مذكرة دعم السجن بحق رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي وكل التطورات خلال اليومين الأخيرين وحتى الاعتقالات السابقة؟ نشهد يوما بعد يوم تضييقا على الحريات. السيد راشد الغنوشي، وهذا أضعه في كتابي، له عدة مسؤوليات في تقديري حول ما جرى في عشرية ما بعد الثورة، ولكنه لم يتم توقيفه لا على القضايا المفتوحة ضده، ولكنه تم توقيفه على رأي سياسي لم يقله لأول مرة، قاله عدة مرات. أنا أعتبره رأي غير موفق، لكنه استعمل كذريعة لإيقافه لغلق مقرات حركة النهضة وجبهة الخلاص. فهذا في تونس الكبرى منعها، في تونس الكبرى جبهة الخلاص في تونس الكبرى، وحركة النهضة على كامل تراب الجمهورية التونسية. هذا تضييق على الحريات، وواهم من يتصور أنه سيمس إلا الإسلاميين. فهنالك من يظن أن من الناس التي تعادي الإسلاميين أن هذا سيتوقف سواء كانوا في الداخل أو في الخارج، في الداخل أو في الخارج، لأنه أولا صار نفس الشيء في التسعينيات. بدأ قمع بن علي بدأ بضرب الإسلاميين، ثم شمل كل الأطياف المعارضة من يسار ومن علمانيين وإلى آخره. وشيء آخر، الذريعة التي استعملت لغلق مقرات حركة النهضة مثلا هي قانون الطوارئ الذي هو مفعل من 2015 من الأحداث الإرهابية لسنة 2015. استعمل نفس هذا القانون لمنع عبير موسي التي هي عدوة لدود للإسلاميين، من منعها من إلقاء محاضرة كانت ستلقى الأسبوع الفارط ضد الإسلاميين، مسامرة رمضانية عنوانها الخطر الإسلامي للمرأة التونسية البورقيبية. هذا لدينا رئيس يجرم معارضته، وهذا ما قاله مرة أخرى أنه يعتبر نفسه في حالة حرب تحرير وطني. وإن كنت في حالة حرب تحرير وطني، فكل من يخالفك الرأي يعتبر عدوا. طيب. وهذا ما نراه. كل من يخالفك رأي، ثم ربما من لا يتفق سواء كان في الداخل أو حتى في الخارج مع ما يحدث في تونس. هل ردود الفعل الأمريكية والأوروبية تحديدا هي فعلا تدخل في الشأن الداخلي التونسي كما تقول اليوم الخارجية التونسية؟ أريد أرد عن هذا السؤال بسؤال آخر. أصدرت الخارجية التونسية موقفها فيما يحدث في السودان، فهل هذا التدخل؟ قطعا لا. تونس لها شراكات مثلا مع الاتحاد الأوروبي، شراكة اقتصادية وسياسية. الدولة التونسية في بندها الثاني في الشراكة التي تعود إلى سنة 95 متعاهدة باحترام الحقوق والحريات. هذه الدولة التونسية لا يمس من سيادتها. لكن المشكل في قصة السيادة الوطنية أنها لا نستعمل السيادة الوطنية إلا لتحظ كل النقد الذي يطال الحقوق والحريات وحقوق الإنسان. مثلا إيطاليا والجزائر تحدثت لعدة مرات، وآخرها في شهر الفارط، عن مثلا رئيس الحكومة الإيطالية تحدثت مع رئيس الجزائر عن سيناريوهات التي ستقع في تونس، ولم نسمع هذا التدخل سافر في الوضع التونسي وتدخل في السيادة التونسية، ولم نرى مثل هذه الخطابات المنتقدة. فالسيادة الوطنية مثل ما فعل بن علي لا تفعل إلا لدحض النقد في حقوق الإنسان. تونيزي vers un populisme autoritaire لحاتم النفطي، كل الشكر الجزيل لك على تلبية دعوتنا هذا المساء عن دار غيف نوف للنشر. شكرا جزيلا. العفو. أهلا بك.